اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يا رب يعود عليكم دايما بالخير والبركات. يلا بقى نسمي الله وندخل في الفيديو بتاعنا. بصوا بقى، في ناس كتير ما بتحبش تشتري فراخ من المحلات وبتحب تربيها على ايديها. عايزه يا حبيبتي تربي ربي، بس يكون الجو دافي، ما تجيش في الشتاء والجو ساقع وفي تغيرات في الجو وفي هوا وكده وتيجي تربي، لان النتيجه يكون الاحجام اللي انتوا شايفينها دي. هي الكاميرا مكبراها والله، بس هي دي كيلو وربع وكيلو ونص، مع ان حجمهم عدى ال50 يوم كمان. تكون احجام كويسه، ممكن ال3 كيلو وال3 ونص كمان، بس هي طلعت الاحجام دي لان الجو كان وحش جدا، غير ان كمان المقلب كان وحش. يعني انت عايزه تربي فراخ، اول حاجه تشوفي الجو، يكون الجو مدفي والجو حلو. تاني حاجه تجيبي فراخ من حد مضمون، يعني انت تشوفي حد مضمون وتجيبي منه فراخ. لازم الفرزه تكون حلوه عشان تديكي نتيجه حلوه. في هوا وكده وكان شتاء، وانتوا عارفين الايام اللي فاتت الجو كان صعب قوي، فممكن يكون ده اللي بوظهم بصراحه، مع انهم كانوا بياكلوا حلو جدا. واكيد طبعا مش هنرميهم احنا، واكيد طبعا مش هيترموا. انا هشويهم، اتبلهم واشويهم. هي حاجه نضيفه برضو وانا مربيها على ايدي، وعارفين احنا مأكلينها ايه كويس. انا بس حبيت انصحكم، حبيت اصور لكم الفيديو ده وانصحكم ان انتوا لو حابين ان انتوا تربوا في وقت يكون ينفع للتربيه، وان انتوا تجيبوا فرزه حلوه من حد يكون مضمون. على فكره الفرخه حلوه جدا ولحمها حلو جدا، انا بس بتكلم عن الحجم. حجمها فعلا صغير. طبعا احنا بنجيب الحجم ده للكنتاكي لما بنكون عايزين نعمل كنتاكي، فراخ كنتاكي او فراخ محمره كده من غير سليق او من غير اي حاجه، بنجيب الحجم ده. انا لسه ما غسلتهاش، انا بس نقعها في ملح وليمون. هاخدها دلوقتي بقى انضفها كويس واغسلها واعمل لها محلول النقع، وبعد كده هشويها وهوريكم انا هتبلها ازاي وهشويها ازاي برضو. وعايزه اقول لكم ان الفراخ اللي متربيه فعلا في البيت، الفراخ اللي انتي بتربيها على ايدك، والله بتبقى ليها طعم خرافه 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 عن المحلات وكده. رغم ان بتاع المحلات هي وبياكلوا نفس الاكل وكده، بس بره بيدوا حقن. بره انتي ما تعرفيش هما مأكلينها ايه ولا عاملين فيها ايه، فانتي بتربي حاجه نضيفه في البيت على ايدك لاولادك، وبتاكليهم حاجه نضيفه انتي عارفه انتي مربيها ازاي. وطبعا بيبقى اوفر كتير. انا ما اتكلمتش في موضوع التوفير وكده، بس هي بتبقى اوفر كتير من بره.